ما تيجي نظبطه ظبط المعلمين. جايبالك النهاردة سر حواوشي الجزارين. عملتي حواوشي كتير وقليل، تسلم ايدك يا ست الكل. عادي يا مريانة، يعني الحواوشي ايه غير شوية لحمة على بصل وخلاص، يعني الموضوع سهل. هقولك اصبري بس عليا، عشان النهاردة هقولك على شوية اضافات هتخلي الحواوشي بتاعك اجمل 100 مرة من حواوشي الجزارين. الحواوشي المصري على اصوله ما يتعملش غير كده. قبل ما نبتدي الفيديو فضلا شجعيني بأجمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. كمان ما تنسيش المتابعة والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانة. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودخلنا بقى في الشغل على طول، وطلعت أول مكون اللي هيديني طعم روعة للحواوشي وأساسي جدا في الحواوشي، اللي هو إيه؟ اللي هو الدهن الحيواني. عندك دهن عندك ليا، شوفي بقى انت بتحبي تحطي ايه وحطيه. المهم رغيف الحواوشي كده على الأقل يكون فيه 30% دهون عشان نقول عليه حواوشي صح. الصح لازم يبقى طري ونسبة الدسم فيه عالية. وطبعا الدهون الحيوانية مفيدة، لكن الإكثار منها هو المضر. كل حاجة هنستخدمها بنسبة. وزي ما انتم شايفين كده أنا ببتدي أضربها في الكبة، ولما الدهن بيجمد في الفريزر بيكون سهل فرمه جدا. لو عندك مثلا حتة لحمة سمينة بتخزني الدهن كده كل مرة بتعملي في اللحمة، لو ما بتاكلوش الدهن أو حتى تشتري الدهن ده من عند الجزار، بينفع جدا جدا في الحواوشي والكفتة وبيدي طعم جميل قوي للأكل. وكده أكون قلتلك على التكة الأولى لنجاح رغيف الحواوشي. هتقولي لي عادي يا مريانة، معروفة يعني الحواوشي لازم يبقى فيه دسم. هقولك اصبري بس، لسه التكة كبيرة جاية، ما تستعجليش عليا. يلا على طول بقى كده نجيب المكون التاني بتاعنا وهو البصل. وكلنا عارفين ان الحواوشي كل ما كان البصل فيه كتير بيكون مسكر قوي. يعني لو حطيتي كيلو لحمة حطي قصاده كده كيلو الا ربع بصل. قطعت البصل ومكان الدهن على طول هبتدي افرم البصل ده فرم ناعم. وبفضل دايما استخدام البصل الاحمر في الحواوشي لان نسبة السكر فيه بتكون عالية، لكن البصل الابيض بيكون حاد وحراق شوية فبفضله للطبيخ. بعد ما فرمنا البصل نخش بقى على الاساس بتاعنا وهو الفلفل. الحواوشي بيحب كده فلفل احمر وفلفل اخضر، وطبعا لو بتحبي الحامي تقدري تضيفي قرون الفلفل الحامي. يلا على طول بعد البصل نفرم الفلفل بعديهم على طول. تعالي بقى كده نقول على تكايه مهمه قوي قوي. بعد ما نحط اللحمه، انا معايا هنا كيلو الا ربع لحمه وما شاء الله هيعملوا لي عدد ارغفه كتير. دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا بعمل حاجه مهمه قوي قوي، وان انا بعصر الفلفل من ميته وكمان هعصر البصل من ميته. وضروري جدا تعملي اللي بقولك عليه ده عشان رغيف الحواوشي ما يبقاش مبرول معاكي كده ومقطع. عصري الخضار كويس قبل ما تضيفيه على اللحمه. طب انت يا مريانه خدتي شويه بصل وركنتيهم على جنب، البصل ده هتعمليه في ايه؟ هقولك اصبري، ما هي دي التركايه اللي هتخلي الحواوشي بتاعك زي حواوشي الجزارين. ويا جماعه مش اول مره اعمله معاكم، والناس اللي جربت تشهد بكده. كل اللي جرب الطريقه دي فعلا عجبته جدا. هنزل بس بالدهنه كده على الحواوشي، ويلا بينا بقى نعمل التركايه اللي بقولك عليها في طاسه على النار. حطيت في الطاسه دي شويه زيت، ومعايا معلقتين كبار من ال11 بهار. وتقدري تستخدمي بهار لحمه او حتى بهارات مشكله 7 بهارات، بس انا دايما بحب استخدام ال11 بهار. وجبت لكم اهو الماركه للناس اللي بتسالني عليها، براند ميكس. ال11 بهار بتاعتها تحفه، صلاحيتها 18 شهر، منتج طبيعي ما فيهوش اي مواد حافظه. الصراحه انا بحب منتجاتهم قوي، ووريت لكم صوره الجردل عشان اللي بيسالني يقول لي يا مريانه شكلها ايه. وبعد ما شوحت معلقه البهارات في الزيت، خدت دقيقه بالظبط، نزلت بنص كميه البصل اللي فرمته. يبقى حطيت نص الكمية نية على اللحمة المفرومة، والنص التاني شوحته مع البهارات على النار. وهي دي بقى التكة اللي هتقلب لك طعم الحواوشي. كمان اضفت معلقة كبيرة من السكر، وتحدي انك شفتي الطريقة دي عند حد قبل كده. انتوا عارفين طبعا البصل لما بيتكرمل بيدي طعم مسكر قوي، وده بيضفي لرغيف الحواوشي طعم روعة حلوة قوي قوي. جربي اضافة البصلة نية واضافتها مشوحة على النار مع البهارات، وبعدين مستنية رأيك في التعليقات. دلوقتي بقى اضفت ايه؟ معلقتين كبار من بهارات الحواوشي الجاهزه، انا مستخدمه نفس الماركه براند ميكس. كمان حطيت معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه توم باودر تديني ريحه حلوه للحمه. كمان معايا معلقه من البابريكا. وهبتدي املح، ما تكتريش الملح لان بهارات الحواوشي بيبقى فيها نسبه ملح. كمان عايزه اقول لك على ملحوظه صغيره، انا عمري ما عملت كفته وما عملت حواوشي غير لما باخد حته من اللحمه المفرومه اسويها على النار الاول وادوقها.
يعني ما تفاجئش في الاخر كده ان الكفته عايزه ملح او الحواوشي عايز ملح، لا، بسوي الاول الحته صغيره منها، اشوف ناقصها ايه، شويه ملح شويه بهارات عشان تظبط معايا. دايما اعملي الخطوه دي. دلوقتي بقى جايبه العيش البلدي بتاعي، بحب دايما الحواوشي عايز عيش برده ويكون مليان شويه ويكون نص تسويه، بس حتى يعني الراجل كان مديهوني كده محمر شويه، لو تجيبيه افتح من كده كمان هيكون كويس. العيش الشامي بينشف في الحواوشي فما بفضلوش. يلا بقى على طول بقى نحشي، واللهم بارك. كيلو الا ربع لحمه مفرومه عمل معايا ارغفه كتيره جدا. ببتدي بقى افردها بالشكل ده، وزي ما شفتيني انا بحب اقطع الحواوشي بالمقص من الجنب، ما بحبش كده ايه اخد من العيش حته كبيره واقطعها وارميها، لا حرام، بفتحه من الجنب، ما بحبش اقطع العيش. وابتدي اوزع بايدي كده. انا مش عايزه اقولك ريحه الحواوشي وريحه العجينه كانت عامله ازاي. والله يا ست الكل اجمل مره هتعملي فيها الحواوشي. جربي كده تحطي كميه كويسه من الدهن، جربي تحطي البصله المكرمله مع ال11 بهار، هيفرق لك في الطعم، وهتاكلي فعلا افخم حواوشي ولا اجدع كبابجي فيك يا مصر. عايزه اقول لك رغيف الحواوشي دلوقتي سعره وصل 40 50 لو انت طالعه، يعني انا عشان اجيب 10 رغيفه يغدوني انا واولادي محتاجه كده 500 جنيه على الاقل. طب وعلى ايه، ما تعمليه في البيت بمنتهى النظافه بطعم جميل وهتوفري كتير. دلوقتي بقى انا جبت شويه زيت وهبتدي ادهن الحواوشي من فوق ومن تحت، وكمان الصينيه اللي هدخلها الفرن على طول بدهنها زيت هي كمان. انا بستخدم الصواني الاستانلس الكبيره دي، حلوه جدا معايا في تسويه الحواوشي، وما بحبش الصراحه اسوي على البوتاجاز من فوق، بياخد وقت. احط كله في الصينيه وازقه على الفرن. هنا بقى فتحت الفرن وببتدي اقلب الحواوشي، بس طبعا الحراره عاليه قوي واتلسعت الحمد لله. بس ايه اهم حاجه كده ايه عينك على الحواوشي، وطبعا براحتك. يعني بصي ال10 رغيفه كنت حاطه الصينيتين في الفرن فوق بعض بالشكل ده. اللهم بارك، ما بياخدش وقت كبير، تستني ما ياخد لون محمر وعلى طول تقلبيه. الموضوع عايز شويه زيت بس من فوق وبس كده. حاطين نسبه دسم من جوه حلوه. إيه للناس اللي بتحب تدهن الحواوشي سمنه اقول لها بلاش، السمنه بتجرمز على الحواوشي، لكن الزيت بيلمعه وبيديله قرمشه. يعني اللهم بارك كان مقرمش وطري معايا في نفس الوقت. لو بتحبيه طري اول ما يطلع من الفرن تغطيه على طول، اقفلي الصينيتين على بعض كده هيطرى معاكي. لو عايزاه ناشف بتسيبيه متهوي زي كده. وطبعا الحواوشي بتدخليه على اعلى درجة حرارة في الشبكة الوسطى زي ما وريتك كده. تعالي بقى الريحة اللي كانت قلبة الدنيا، والله العظيم يا جماعة كان طعمه زي العسل، مش ممكن على الجمال، حاجة تحفة. ويلا بقى قطعي لك شويه ورق زبده ورصي الارغفه فيه واعملي لهم جو المطعم في البيت. الحواوشي محتاج شويه مخلل كده وزي الفل. ولادي بقى بيحبوا يضيفوا كاتشب، اقول لهم ما ينفعش، يقولوا لا يا ماما عايزين كاتشب على الحواوشي. فاللي بيحب كاتشب يحط، اللي بيحب مخلل يحط، بألف هنا وشفا. شويه بس بطاطس محمره وكده الحمد لله رب العالمين. في نهايه الفيديو اتمنى تكون الوصفه عجبتك، ما تنسيش الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. هسيب لك لينك صفحه الفيسبوك، ادخلي اعملي متابعة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.